السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اليوم أخواتاتي جيت باش نكمل معكم الجزء الثاني من إكسسوارات المطبخ. اليوم نخدم معكم هاد لاناب. هنا عندي هادوما الأشياء اللي نستعملهم. هذا هو القماش، نكملو الطقم نيشان بهذا القماش تاع أكارو. هنا عندي 1.62 على 92، 1.62 في الطول وفي العرض 92. انا هذا كي حطيته على الطاولة تاعي جا شوية هابط، رايحة نزيد له هذا قماش الدراوات، ديروا هكا قطع طوال والعرض نتاعهم هنا 16 سنتيمتر، نزيد منه ومنه 16 سنتيمتر هكذا، ونطويهم على 2 ونحددهم. ديروا أشرطة طويلة. هنا حبيباتي تبعوا مليح كيفاش راني رايحة نحط هذوك القطع اللي زدتهم. نحطوها هكذا عند الزاوية، والأخرى نحطوها فوقها هكذا نيشان في الحافة ومع الزاوية تاني هكذا. ونروح نرسم بستيلو، نحدد ديك الزاوية نيشان، دير خط ونعاود فوق القطعة اللي من تحت تاني نتبع نيشان الزاوية. هكذا ونروح نقصهم، نقص هذوك المثلثات اللي رسمتهم هكذا. نفتح هاد القطع وندير الزاوية عند الزاوية كما راكم تشوفوا هنايا، ونروح نخيط. وما تقصوش حبيباتي هذوك القطع حتى توصلوا للزاوية تاني، وعبروا قيسوا على حسب لاناب نتاعكم، ومن بعد عاد قصوا الزائد. هنا حبيباتي شوفوا كيفاش تخرج ديك الزاوية هكذا هكذا تخرج. هنا نوريكم كيفاش نديروه ويجي الخدمة تاعنا مفينية من التحت ما يبان والو. الخطأ اللي درته انا حبيباتي هو ما غيرتش الخيط تاع لاكانات لتحت، خليته بني. ديروه نتوما لتحت ابيض والفوق باللون تاع القماش باش كي تخيطوه ما تبانش الخياطة هذيك. الان شوفوا نحكموا على الوجه هكذا نخيطوا هذوك القطع على الوجه هكذا، ونروحوا كامل ندوروا على القطعة هكذا.
شوفوا هنا حبيباتي، ما تخافوش تقولوا راه مخنتش ولا الخيوطة ولا. شوف هنا خيطنا على الوجه هكذا، ونروحوا هذيك التانية نديروها لداخل ليه، نديروها للوسط ونخيطوا فوقها هكا، نرقدوا هذاك التبربيش هكذا. شوفوا الآن نجيبوا هذا لا دانتيل تاع جوزيفين ونحطوه هكذا فوق هذيك الخياطة ولا تحتها شوية شوية، نهبطوه ونجيبو البي ونديروه ندرقو كامل هذاك التبربيش هكذا. هنا راني خيطت هذاك لا دانتيل، شوفوا كيفاش نديرو البي، نفتحوه كما راكم تشوفوا ونحطوه هكذا ونخيطوه في هذيك التانية الصغيرة هكذا هكذا، ونقلبو وندرقو كلش يخرج شباب ما شاء الله، تخرج مفينية من الوجه ومن الخلف. هذا هو لنا بتاعنا، شوفوا خرج ما شاء الله، الله يبارك. شوفوا حبيباتي، وهنا زينته في الزوايا بهذا البابيون سهله، كل وحده دير الحجم اللي تحبه. وشوفوا لا فينيسيون كيفاش والخياطه خرج ما شاء الله. هذا هو العمل تاعنا لنهار اليوم حبيباتي، نتمنى يعجبكم وتتفاعلوا مع لا فيديو وتحطوا لي داك زر الاعجاب، واللي ما مشتركاش تشترك هكذا يوصلها كل جديد. الى اللقاء، ونتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله مع الجزء الاخير لهذا الطقم. مع السلامه.